ليه بنحكم على الناس من أول نظرة؟ عارف أكتر حاجة غريبة في الإنسان؟ إنه ممكن يشوف شخص لمدة 5 ثواني ويقرر إذا كان بيحبه أو بيكرهه من غير ما يسمع منه كلمة ومن غير ما يعرف عنه أي حاجة. السؤال هو، إحنا ليه بنعمل كده؟ هل إحنا فعلا بنعرف نقرأ الناس؟ ولا إحنا بنقرأ الصورة اللي رسمناها في دماغنا؟ تعال نشوف العلم بيقول إيه. علماء النفس بيقولوا إن مخ الإنسان بيحب يختصر، لأن كل يوم إحنا بنتعرض لكمية معلومات ضخمة جدا، فالمخ بيحاول يوفر طاقة، فيبدأ يصنف الناس بسرعة. الراجل ده شكله محترم، البنت دي شكلها طيبة، الشخص ده شكله مريح. وده اللي علماء النفس بيسموه الانطباع الأول. الفكرة إن الانطباع الأول ساعات بيكون مفيد، لكن ساعات بيكون ظالم جدا، لأن الإنسان أعقد بكتير من إنك تقرأه في 5 ثواني. طيب الفلاسفة قالوا إيه؟ سقراط كان بيقول إن بداية الحكمة إن الإنسان يعرف إنه مش عارف. يعني كل ما تفتكر إنك فهمت الشخص اللي قدامك من أول دقيقة، يمكن تكون محتاج تراجع نفسك. وفي فلاسفة تانيين كانوا شايفين إن المشكلة مش في الأحداث، المشكلة في الأحكام اللي إحنا بنصدرها على الأحداث. يمكن نفس الكلام ينطبق على البشر. إحنا ساعات مش بنتعامل مع الناس، إحنا بنتعامل مع الأحكام اللي كوناها عنهم. طيب إيه اللي نستفيده من الكلام ده؟ المرة الجاية لما تقابل حد لأول مرة ما تستعجلش، ادي لنفسك فرصة تسمع واسأل وتعرف. يمكن الشخص اللي افتكرته مغرور يكون خجول، ويمكن الشخص اللي افتكرته ضعيف يكون شايل هموم محدش يعرفها، ويمكن الشخص اللي ارتحت له من أول نظرة ما يبقاش زي ما انت متخيل. يمكن أكبر ظلم بنعمله في حق الناس إننا نختصرهم في أول انطباع، وأكبر ظلم بنعمله في حق نفسنا إننا نفكر إن إحساسنا الأول عمره ما بيغلط. خليني أسألك سؤال، كم شخص خسرت معرفته بس لأنك حكمت عليه بدري؟ سيبه في دماغك، يمكن الإجابة تغير طريقة بصتك للناس بعد كده بهدوء.